ده جانب من احتفالات نقل المومياوات المصرية، وده طبعا مش بس احنا اللي اتفرجنا عليه وكنا فخورين بنفسنا قوي واحنا بنتفرج وحاسين ان احنا حاجة مهمة، واحنا حاجة مهمة، مش احنا يعني، مش احنا اجدادنا. حضارة الحضارة المصرية القديمة اقدم واول حضارة في التاريخ، علمت الناس يعني ايه حضارة ويعني ايه علم وفن وكل شيء. احنا بنفتخر بس، لكن يبدو ان احنا محتاجين نشتغل اكتر عشان نوصل يمكن لجزء من اللي حققوه أجدادنا يعني، يمكن. خلونا النهاردة في فقرتنا زي ما قلنا هنتعرف مرة تانية ونسمع يمكن للمرة 7000، واحنا محتاجين ده، لأنه إذا كنا احنا أجيال عارفة جزء من تاريخنا الفرعوني القديم، وده شيء مهم وواجب لابد ان احنا نكون عارفينه عشان نعرف قيمة أجدادنا وقيمة بلدنا وقيمة نفسنا قدام الناس. مهم كمان الأجيال الجديدة تكون عارفة، مش بس بتدرسوا في المدرسة وبتحفظوا وبتنساه بعد ما تخلص امتحان، لا، إن احنا كمان دورنا كإعلام إن احنا في كل مناسبة نفكر الناس ونفكر الأجيال الجديدة إنه لا، احنا عندنا تاريخ طويل حتى في كل التفاصيل الصغيرة زي الاحتفالات برأس السنة المصرية القديمة. وده بمناسبة طبعا إن احنا في بدايات يناير وبدايات سنة جديدة وأعياد الميلاد المجيدة. عشان كده في الفقرة دي هنتعرف مرة تانية على عادات المصريين القدماء في الاحتفاء برأس السنة وأعياد الميلاد إذا كانت موجودة في الحضارة الفرعونية القديمة، مع الباحثة الأستاذة عزة سليمان، الباحثة في علم المصريات. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نورانا دايما في قناة النيل الثقافية. انا ببقى سعيده ان انا موجوده بتكلم عن تاريخنا اللي المشرف بكل معنى الكلمه. أكيد. خلينا نحاول كده نعرف ونقارن نفسنا النهاردة بعد 7000 سنة من حضارتنا الفرعونية، حضارتنا المصرية القديمة. إزاي كان المصري القديم بيحتفل بأعياد رأس السنة؟ احنا في الحقيقه كمصريين المفروض ان العيد عندنا يبقى عيدين، والفرحه فرحتين. اولا ان احنا بنحتفل بعيد معين بمناسبه معينه، وثانيا ان احنا اول شعب في الدنيا يبتكر الطريقه اللي في الاحتفالات المعروفه لغايه النهارده، اللي العالم كله بدون استثناء كله نقلها من اقصى الشرق لاقصى الغرب. نقلها كوبي بيست. يعني لما هتدرسي تاريخ العالم القديم هتلاقي كله منقول من مصر الفرعونيه. المدهش ان احنا زي ما احنا قلنا بنحتفل بعيد بدايه السنه الجديده. وتخيلي حضرتك، طبعا احنا اول ناس نحتفل بيه بدايه السنه. و يعني اللي عايزه اقوله انه لانه احنا المصريين اللي اخترعنا السنه اصلا، احنا اللي عملناها. أيوة. احنا من 11500 كان عندنا في جنوب مصر في نبتة بلايا كانت السنه كامله، السنه الشمسيه. بدايه التقويم المصري 11045 سنه. وده كان موجود في نبتة بلايا ومتصور، وموجود الاشكال الحجريه اللي احنا عملناها اللي كنا بنقيس بيها الزمن، لدرجه حضرتك ان احنا كان عندنا سنه شمسيه كامله، ونظمنا للكون كله الوقت لدرجه كان عندنا اشكال ساعات، حتى الدقائق واللحظات كمان الثواني كانت موجوده من 11045 سنه. وعلماء المصريات مثلا في الموسوعه البريطانيه قالوا ان الاشكال اللي المصريين الفراعنه وصلوا لها في نبتة بلايا في جنوب مصر اللي من عمرها 11045 دي، خدوا على الاقل 50,000 سنه قبلها عشان يوصلوا بس للاشكال دي، ان هي هنرتضيها ان هي تكون مقياس للزمن. والمسله المصريه بدات وقتها كاول ساعه شمسيه على وجه الأرض. المسلة كانت موجودة من 11045 في جنوب مصر في نبتة بلايا. كانت حاجة الأول يعني المسلة نفسها طريقة لتقدير الوقت؟ طبعا ده أول ساعة شمسية. فعلا؟ أمال إيه؟ إزاي؟ ده مش بس ده المدهش، احنا ويمكن أجيال أصغر مننا ما نعرفش أصلا المسلة إيه أهميتها ولا بترمز لإيه؟ للأسف البداية خالص في المسلة كان في حجرة صغيرة بنقيس بيها ظل الشمس، قعدت تكبر 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 لغاية ما بقت طولها قد كده مسلة، وكنا بنكتب عليها أرقام شرط، وهي دي البداية للمسلة المصرية اللي يعني
الظل بتاعها مش بس كده، المدهش ان المسله دي كانت موجوده في نص شكل حجري، كان في احجار كده حواليها، دي بالظبط الساعات، دي بتقيس الساعات. وكمان كنت هتلاحظي ان احنا في الوقت ده كنا عارفين الاتجاهات الرئيسيه، شمال وجنوب وشرق وغرب. أيوة. وكنا ما البنوا مقسمين المعابد ازاي؟ وكنا مقسمين من 11045 كنا مقسمين الشكل ده 4. وهي دي اللي بنقيس بيها الزمن بالساعة والدقيقة واللحظة. وهي دي المسلة المصرية، هي بقت محور الارتكاز اللي موجود في كل الساعات اللي كل واحد في العالم لابسها النهاردة. هي المسلة المصرية دي هي الساعة محور الارتكاز، والعقارب بتاعتها الظل بتاعها هو العقارب اللي كان بيتحرك على الحجر ويحدد لنا التوقيت. تصوري انه قد ايه المسلة المصرية حاجة مهولة، يعني حاجة عظيمة طبعا. العالم، مش بقولك احنا، العالم كله من اقصى الشرق لاقصى الغرب نقل التقسيمة بتاعتنا، واحنا نظمنا للدنيا كلها وقتهم، يعني نظمنا الدنيا للكون الوقت وكله ماشي. واحنا النهارده علاقتنا بالوقت صعبة. والمدهش بقى، بصي حضرتك اللي رائع، تخيلي انه احنا بنحتفل ببداية في السنة الميلادية. أيوة. تخيلي ان احنا اول شعب في الدنيا، طبعا بما اننا عملنا اول سنة، اول شعب في الدنيا يسمي السنة بالسنة الميلادية. ده اسم مصري فرعوني بجد؟ والله ازاي اسم مصري فرعوني. هقول لك ليه. احنا في مصر اعيادنا كلها كانت موالد، وهنقول ازاي، مش مصر القديم. اعيادنا كلها كانت موالد بس بالمعنى الراقي لكلمه المولد، يعني عيد ميلاد الحاكم لا هنتكلم عليها. ما احنا بنحكي في العيد هتعرفي ازاي مفهوم المولد. صدق. احنا اعيادنا كلها كانت موالد، يعني العيد هو المولد والمولد هو العيد. يعني العيد انت بتحتفلي بالمولد، عشان كده لغايه قريب قوي كان عندنا في كل اعيادنا لازم في حاره المولد لغايه قريب قوي. وفي الافلام القديمه هتلاقي يقول لك انا رايح حاره المولد، انا رايح المولد. يعني ده كان مرتبط دايما بالاحتفال بالاعياد، لان طول عمرنا من الاف السنين العيد هو المولد والمولد هو العيد. وهنحكي ازاي واحنا بنحكي على ازاي ان السنه هي بالنسبه لنا هي الميلاديه. وبالمناسبه في ناس بتفتكر ان السنه اصلا احنا شغالين بيها اللي هي الشمسيه او الميلاديه ان هي كانت بتبدا في يناير. لا، هي ما كانتش بتبدا في يناير. اللي عملوا السنه من 11500 واتطورت هم اللي علموا ارسطو افلاطون وفيثاغورس، علموهم السنه. لما حبوا لما بدات الامبراطوريه الرومانيه، كان الامبراطور اسمه نوما مش روما، والنون والري حروف تبادليه، فالنوما بقى روما. فراحوا يعلموه، قال لهم انا عايز اعمل سنه، عايز انظم بقى الدنيا وانظم الوقت وعايز سنه. فنقلوا له السنه اللي هم اتعلموها في مصر، وبداوها في مارس مش في يناير. وبعدين جاء يوليوس قيصر لما حصل تعديلات في السنه بداها زي السنه المصريه بالظبط، وسماها في شهر يوليو. احنا السنه المصريه الاساس بتبدا في شهر يوليو، مش في سبتمبر. لا، هي الاساس بتاعها في بدايه الفيضان في شهر يوليو. ارتبطت بعد كده بقى، ارتضوا ان احنا نحتفل بيها في سبتمبر، ولكن من ايام اليونان على فكره. هنحتفل بيها في سبتمبر، ولكن هي الاساس هي في يوليو. جاء يوليوس قيصر بداها وسمى بدايتها يوليو على اسمه هو. وسمت كمان السنه اليوليانيه، وربطها ان هي اعتبرها ان هي مولد ليه. واتسمت كمان زي السنه المصريه الفرعونيه ان هي المولد، لانه احنا السنه المصريه عندنا بتبدا بالفيضان، وان النهر جاي، وان الخير كله جاي لمصر، والزرع هيقوم، ومصر كلها بمعنى كل معنى الكلمه. ان في كل عيد زي ما هنشوف العيد الصغير عندنا الكريسماس اللي هو اصلا مصري فرعوني، هنلاقي ازاي انه الفكره كلها ان مصر كلها في العيد بتتولد من جديد. الارض بتتولد، اله مصر بيتولد، وكل المصريين بيتولدوا من جديد. بيتولدوا من جديد بمعنى الكلمه ان احنا كلنا ولاد النهارده، ان احنا هننسى كل الاسيه، هننسى اي خلافاتنا مع اي حد، ان احنا يعني فعلا ان احنا بيترد لنا روحنا وبنبدا من جديد. فمن ممكن حد يتفرج علينا دلوقتي استاذ عزه يقول لك ايه ده،
مش السنة الميلادية مرتبطة بميلاد السيد المسيح؟ ما احنا حكينا ازاي و... بدأت. ايوه، لا انا اقصد اقول اي حد بيتفرج مش سامع من الاول الحكايه، انه ايه ده، ازاي يعني، ازاي الكريسماس اللي هو كلمه اصلها لاتيني تبقى هي فرعونيه، ازاي يعني؟ هو مش ده الكريسماس، مرتبط بميلاد السيد المسيح؟ احنا معانا صورة للكريسماس من على المعابد. فعلا. كريسماس كرايست من على المعابد. مم. كريسماس هي كلمة مصرية فرعونية. ميري كريسماس على بعض هي مصري فرعوني. ميري أو ميري يعني المحبوب أو السعيد. وكريسماس هي من كلمتين، من مقطعين، كرايست ومس. كرايست معناها المسيح أو الممسوح، ومعناها كمان المدهش، انك لما هتلاقيه دوري عليها في القواميس الأجنبية هيقولك ان هي معناها العمود الفقري. لو شفنا صور الاله اوزير، اولا الاله اوزير احنا بنتكلم تاريخ. مم. الاله اوزير طبقا للديانه المصريه الفرعونيه هو اول واحد يموت من الجنس البشري، يتولد من الجنس البشري. هما كانوا اختين واخين، اول ميلاد للجنس البشري. ازيس او اتجوزت اوزير او اوزوريس المعروف باوزوريس، وبعدين هما اخوهم اتغاظ منهم فقتلوه. انا بحكيها باختصار شديد. فقتلوه، ومن يومها احنا اعتبرناه ان هو، احنا حطيناه لان هو كان بالنسبه لنا كان اول ملك حقيقي على مصر، وحكم مصر وعلمنا الزراعه وعلمنا الري ونظم الري، وهو اللي نظم كل حاجه في مصر وعلمنا. احنا بقى هنبدا نعرض صور ده ليه علاقه بعيد الغطاس. اتفضل. عيد الغطاس، لا احنا خلينا دلوقتي في عيد الميلاد. فأوزير احنا رفعناه، قلنا طب احنا هو راح فين يعني؟ هو الموضوع كده انتهى؟ هو اللي كان بيعلمنا على الارض يعني، هو الموضوع كده انتهى؟ لا، احنا هو كده حطيناه اعلى مكانها كانت عندنا، ان هو يطلع للشمس وينصهر معاها ويتربع على عرش السماء. طيب هو بالنسبه لنا كان بيعلمنا كل حاجه. هو لما مات احنا اعتبرناه هو البذرة الميتة، هو الأرض الميتة قبل ما نسقيها وقبل ما نحط فيها البذرة. احنا بالنسبة لنا أرض مصر بتبقى يعني بنعتبرها كأنها ميتة يعني. فالبذرة دي اللي ما فيهاش حياة اعتبرناها ميتة، واعتبرنا ان الإله أوزير هو رب البذرة اللي هنحطها في الأرض، اللي لما نحطها نسقيها تخضر وتطلع معانا. صور ليه هنا لما ازاي اللي احنا واقفين هو ميت كده كبذره وبنسقيه والجسم كله بيخضر ويطلع القمح، بيطلع الزرع الاخضر، ويطلع اللي هو احنا كنا اكتر حاجه بنرمزها له كاله القمح. فهو ازاي بيخضر والزرع طالع من جسمه. هي دي اللوحه دي؟ ايوه، شايفه ازاي هو الفسيله بتاعه القمح، شوفي هو بيسقيه، ده موجود على المعابد، وتحتيه هو العنخ او مفتاح الحياه، اللي هو يعني احنا بنقول ان هو بتدب فيه الروح، وهو هنا بيبقى لونه اخضر. وهتلاحظي ان الاله اوزير بالذات على المعابد فيه هتلاقيه شكله احيانا بيبقى لونه اخضر، معنا ليه صور وهو اخضر، وهو واحيانا وصور وهو اسود وهو ميت قبل ما نسقيه ونزرعه كبذره. فلما نحط البذرة في الأرض كأننا دفنا الإله أوزير نفسه ذاته، لما نسقيها كأنه هو نفسه بيقوم ويحيا من جديد. فقصد حضرتك ايه ارتباط ده بالميلاد؟ هقول لك يعني احنا على مدى هنا عارفه القالب ده اللي احنا بنحط ده شكله أوزير وهو ميت، والقالب ده اسمه اللي الاجانب خدوه اسمه مولد اللي هو مولد يعني على اسم ان احنا بنحط الزرعه وبتنبت ويبقى يتولد هو من جديد. هو بيتولد من جديد يعني كل المصريين بيتولدوا من جديد. طب ايه علاقه ده بالميلاد؟ احنا كنا من آلاف السنين، من اكتر من 7000 سنه، وكل الشواهد بتقول كده، ان احنا كنا بنحتفل في 29 كياك او كهيك او كاحركا بالمصري، يعني روح على روح او عودة الارواح. ده اصلا شهور مصرية فرعونية. كنا بنحتفل في 29 كياك بمولد الاله مش قبطية؟ ايه؟ لا، المسيحيين اخذوها قبطيه المصريه. المسيحيين طبعا هم المسيحيين هم اخذوها لان هي دي السنه اللي كانت موجوده فاعتمدوا عليها. لكن هي اصلا مصر قديم. ال 29 كياك او كهيك او كاحركا كان بيوافق لغايه سنه من 400 سنه، بس كان 29 كياك بيوافق 25 ديسمبر.
كان بيوافق 25 ديسمبر، وعليه احنا كنا بنحتفل في التوقيت ده بعيد ميلاد الاله اوزير، وهنقول ليه. فقلنا كنا بنحتفل بعيد ميلاده وفضل الوضع كده لغايه قلنا 400 لما حصل الاصلاح الجيوغوري. السنه المصريه اترحلت لاسبوعين تقريبا، فاصبح 29 كياك بيوافق 7 يناير بدل ما هو دي شجره اوزوريس او اوزير، وهنتكلم عنها اللي هي شجره الكريسماس. ده كله مصري. فهو معنى كلمة الكريسماس موجودة من المعابد اللي رصدها مالكوم هاتون ده رصدها من على المعابد المصرية، وقال ان هي معناها المسيح والممسوح، لان احنا قلنا لما اوزير مات كان هو اول واحد نكفنه، هو اللي علمنا ازاي ندفن الموتى ونكفن ازاي ونعمل الموميا ازاي، وعليه هو اول واحد يتمسح بالسبع زيوت المقدسه. معانا السبع زيوت المقدسه واساميها بالفرعوني، فهو اول واحد يتمسح بالسبع زيوت المقدسه. فالحركه دي احنا في مصر بنسميها مسح او مسيح، وبالتالي هو من ضمن ألقابه هو مسح أو مسيح. والاله اوزير هنلاقيه فيه هو بعض الصور، احنا قلنا كمان هو العمود الفقري لمصر. طيب هو لما بيموت هو كأنه كده بيتولد من جديد. احنا في الوقت ده الزرع كله بيبدأ يخضر، وأرض مصر كلها تخضر وكأنها سجادة خضراء. أرض مصر كلها كأنها سجادة خضراء. طيب انا ليه برضو بحتفل طب ما انا يمكن اقول طب ما احنا نحتفل بيوم تاني. احنا ميلاد الزرع ده اول ما بنشوف الزرع اخضر احنا بتتردلنا روحنا كأننا اتولدنا من جديد. صحيح. واعتبرنا ان اله مصر هو كمان بيتولد من جديد، هو بيقوم. وعليه احنا ليه بالذات في 25 ديسمبر؟ لان احنا في الوقت ده اللي قبليه ده ليه علاقه بعيد الغطاس هنتكلم عليها. فاحنا في الوقت ده بالذات كان الاله اوزير احنا قلنا لما مات احنا رفعناه، قلنا هو طلع للسماء وانصهر مع الشمس، وهو والشمس اصبحوا حاجه واحده. واصبح اسمه هنا مصر، عشان كده ارض مصر او بلدنا بنسميها على اسمه مصر، اللي هي ولاده الشمس، معناها ولاده الشمس. فالاوزير لما طلع للشمس اصبح والشمس هو حاجه واحده. طب احنا في التوقيت ده الشمس بيبقى اقصر يوم في السنه كلها، في الفتره من بين 21 ل 23 ديسمبر. وعليه احنا لما لاحظنا الشمس بتتغير اتجاهها ناحيتنا في الارض، ما بيبقاش نفس الاتجاه، فاعتبرنا ان التغيير ده ميلاد جديد للشمس. وعليه طب مين الشمس؟ هو برضو اوزير، هو او اوزوريس هو الشمس، وعليه هو مولد الشمس ومولد الاله اوزير ومولد ارض مصر في 25 ديسمبر اللي هو 29 كياك ده. وعشان كده ليه انت بتقولي لي انه ايه ليه السنه الميلاديه؟ لانه كل حاجه كل احتفال في مصر ارتبط ان مصر بتتولد من جديد. مصر كلها انت لما تشوفي الارض كلها يا فرحه مصر كلها ان ما عندكيش حد يسلفك، يعني ما عندكيش حد يديكي اكل، يا تاكلي يا جوعي. انت زرعك قام، دي فرحه ما بعدها فرحه، يعني انت مطمنه على نفسك خلاص يعني. فعشان كده كنا بنحتفل بالكريسماس وقلنا ده كلمه مصريه فرعونيه. نيجي بقى على تمر الايام وهنتكلم عن شجره الكريسماس، بس هتكلم بما ان جبنا سوره الغطاس. اتفضل. احنا تمر الايام ويجي شهر يناير، الميه الفيضان بتنحسر والارض ترجع تعطش من جديد، وتبقى احنا بنمر بحاجه اسمها السده الشتويه. السده الشتويه الميه بتنزل خالص، منسوب النيل بينزل وعليه احنا الارض بتجف. فنقعد بقى في الوقت ده نقعد ندعي ربنا ان احنا الارض تمطر، السماء تمطر. فالأودير احنا الفسيلة القمح اللي احنا جبناها من شوية دي، الفسيلة الرفيعة قوي 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 دي بتاعة القمح احنا بنسميها غيط. فانت لما تقولي انا رايحة الغيط، انت رايحة المكان اللي مليان الفروع الصغيرة دي. طبعا الكلمة خرجت عن معناها
وبقت يعني كانك بتقولي راح المزرعه الغيط. طيب غيط دي شجره الكريسماس، ودي موجوده، دي شجره مصريه. في واحده عالمه امريكيه لونتها يعني بالوان زاهيه اكتر عشان تبان الصوره اوضح للناس. هي شجره الكريسماس بتاعت النهارده، وهنتكلم على كل رمز فيها. ويا ريت نجيب صوره الاله اوزير وهو واقف. الشجره نفسها هي عمود الفقري. عمود الفقري يعني بيقول ان انا العمود الفقري، الزرع هو العمود الفقري لمصر. انت لو ما قمتيش كانك ظهرك اتقطم يعني. انت خلاص مش هتقوم لك قومه يعني. خلاص. فنيجي بقى يجي احنا الدنيا تمطر، وطبعا تبقى عندنا فرحه ما بعدها فرحه. طبعا غيط بقت اليونانيين زودوا لها سين في الاخر، غط او غيط بقت غطس، بقت غطاس. يعني هو بنسميه كانه دلوقتي وهو نايم في الارض هو غطسان، هو غرقان من الميه. وبنحتفل ان هو احنا غرقناه بالميه، غرقناه وغرقنا زرعنا بالميه. يعني زرعنا مش هيموت، وبالتالي في امل ان احنا الزرع نحصده ويبقى كتير. في خير يعني. دي عيد الغطاس. وعشان كده احنا كل المصريين على فكره كان عيد مقدس لغايه قريب، كان كله كان بينزل بالليل على النيل ويحتفل بالليل بعيد الغطاس. كان عيد مهول جدا. يجي بقى شجره الكريسماس. شجره الكريسماس زي ما قلنا هي موجوده، الاله اوزير عاملها انها العمود الفقري بتاعه شجره. و يعني هو يعني كانه بيقول لنا ان مصر خلاص عمودها الفقري يعني خلاص بقى مصر واقفه على حيلها يعني. يعني ظهرها مصلوب. فالشجره دي احنا فيها بعض الرموز. اول حاجه يعني ازاي استاذ عزه المصري عرف شجره الكريسماس؟ ما هو احنا قلنا احنا بنحتفل بميلاد الاله اوزير، وهو بيتولد لما بيقوم كشجره وكزرع. فكنا دايما لازم ننصب شجره في بيوتنا وفي كل الميادين المصريه، ونعلق عليها الرموز الفرعونيه اللي لما انتشرت في العالم كله انتشرت بالرموز الفرعونيه. الشجره في بدايتها خالص كانت فيها النجوم دي اساسي ان هو شمس، اذا هو اكبر نجمه. كان فيها كمان شمع، لان هو لما كان بيقوم كزرع وكشجره وكنور الشمس. هو النور، هو اله النور بالنسبه لنا. وعشان كده كنا بنولع الشمع علشان كاننا بنستحضره، كأنه موجود معانا يعني بالليل في بداية اليوم الجديد مع العيد. كمان كان من الحاجات الأساسية الموجودة، لو هتشوفي الأفلام القديمة هتلاقي عكاز. العكاز ده أساسي. ليه؟ شجرة الكريسماس أساسي. لأنه هو كان ملك مصر، والعكاز ده هو رمز الملك. هو رمز الملك، فعشان كده كان بيتعلق لان دي شجرته. فكنا بنعلق العكاز بصفته اول ملك على مصر. كمان كان فيها الفاس، وده كل ده كان موجود زمان في قبل ما نخترع الحاجات الجديده. كان فيه الفاس لانه بالمصري الفرعوني معناه مر يعني المحبوب والسعيد. يعني احنا بنقول انه ده عيد سعيد يعني. عشان كده جت ميري كريسماس. ده كلمة مر بالمصري. الياء اللي في الآخر دي ياء النسبة للعيد، يعني البتاع السعادة، بتاع الحب، بتاع يعني. فده معنى الكلمة. فدي الشجرة. الشجرة معلش ده تسمحي لي برضه عشان الناس تبقى عارفة. الشجرة ما كانش معترف بيها، كان هي اتنقلت لأوروبا وكله كان بيحتفل بيها لغاية ما هنلاقي ان هي في فترة اتحرم في بعض البلاد، حرموا يستعملوها ما عدا الألمان، قبائل الجرمان بس اللي كانت بتحتفل بيها. وهم اللي دخلوها انجلترا من 180 سنة تقريبا، لما الملك ادوارد اتجوز الملكه فيكتوريا. راح هي كانت بيعتبروها شجره وثنيه، يقول لك وثنيه. على فكره وثن كلمه مصريه فرعونيه ايوه معناها النشيط والمتحرك، ولكن مع الوقت بقت خرجت عن معناها. لان احنا الشعب الوحيد اللي في العالم كله كان الشعب النشيط اللي بيبني الاهرام وبيزرع وبينتج وبيعمل علوم، واحنا النشطاء الوحيدين. فاحنا كنا الوثنيين بمعنى النشطاء.
اللي عايزه اقوله ان احنا الشجره الملك ادوارد الملك ادوارد لما اتجوز الملكه فيكتوريا حطها لها كده في نص القصر بتاعها، قال لها هتعترفوا بيها. من ساعتها وهي معترف بيها في انجلترا. بعد كده فرنسا خدتها. اما البابا بقى، بابا الفاتيكان جون بول الثاني ما اعترفش بالشجره باعتبارها جزء من او تنتمي لعيد السيد المسيح الا من 40 سنه بس. معقول؟ ومن 20 سنه بس البابا بول قال انه دي شجره المسيح من 20 سنه بس. من 40 سنه قالوا دي ليها علاقه بالعيد يعني. يعني هنعترف بيها يعني انه الناس حبوها، الناس عايزين بتدخل بهجه لكل مكان. بس موجوده في اوروبا من زمان يعني. ما انا بقول انا الملك ادوارد بس الكنيسه في روما ما كانتش معترفه بيها. الكنيسه الغربيه ما كانتش معترفه بيها انها ليها علاقه بعيد الميلاد المجيد يعني. فبس دي حكايه الشجره. بعد كده راحت امريكا وانتشرت في العالم كله. خلينا بقى نتكلم على مظاهر الاحتفال نفسه. كنت بقول في المقدمه مع محمود انه مش عارفه دي صدفه ولا ده عاده انسانيه، انه اي عيد بيحتفل بيه البني ادمين في اي حته مرتبط بالاكل. الاكل والشرب. هل ده برضو اصله فرعوني؟ ده كله مرتبط بالاكل. ليه؟ لان احنا كل اعيادنا قبلها الصيام، كلها قبلها الصيام. وبتصومي ما انت بتعيدي اساسا كمان عشان في اكل جاي. فانت لما الاكل يبدا يشح، اكل معين يبدا يشح يقل، فاحنا نصوم عنه بطقوس دينيه مربوطه بالاله محكمه جدا. ويعني المصريين يبقوا عارفين ان هي اسبابها دينيه بحته، ولكن هي بالاساس انه مصر لا محتاجه انك اربطوا على بطنكم شويه، شد الحزام. لا يعني اسباب اقتصاديه بحته، ولكن ربطناها بالدين. فعشان كده نيجي العيد ناكل كل الاكل اللي كنا محرومين منه، فنحتفل بقى ونقعد ناكل كل اللي احنا يعني العيد الكبير لازم نذبح الخروف وناكل الفته، وتاني يوم اللي هو شم النسيم تاني يوم ناكل الاسماك المملحه، وهكذا يعني. فكل عيد ناكل قلقاس ونقصب ونمص. ايوه كل حسب الاكل. الكريسماس ناكل رومي. الكريسماس بقى من اشهر الحاجات اللي احنا كنا بناكلها في كحك العيد. لانه انت الكحك هو عباره عن انت بتعملي شمس، انت بتعملي شكل الشمس، عشان كده احنا بننقش الكحك بالشعاع الشمس. هو فعلا شكله كده. هو شعاع الشمس. فالكحك ده احنا كان عندنا كحك ومعانا صوره موجود في المتحف الزراعي، ده عمره 3500 سنه، كان في المقابر ومحشي عجوه تين وبلح. وفي كحك عامل زي الوشوش، زي ما احنا كنا ولادنا كلهم بيحبوا يعملوا وشوش. وعندنا كحك عليه حاجه ابيض كده زي السكر، فلكن ما كانش فيه سكر، بس يبدو ان هم كانوا بيعملوا سكر بطريقه معينه بيدي اللون الابيض، او يتحط عليه دقيق او يعني، بس هو عليه ابيض كده متزوق، كله منقوش بشعاع الشمس. لان احنا في العيد الصغير احنا بنحتفل بميلاد وزير الشمس. العيد الصغير اللي هو في السنه المصريه. ليه العيد الصغير؟ ليه احنا سميناه صغير؟ لانه الزرع بيقوم، ولكن بيقوم قومه صغيره، فعشان كده سميناه العيد الصغير. ولكن في العيد الكبير القمح كله بيقوم للحصاد اللي هو شم النسيم الكبيره اللي هو شم النسيم. وعشان كده في ناس كتيره ما تعرفش تفرق او تعرفش سر انه لما بيجي شم النسيم كل المصريين بيحتفلوا بيه، مسيحيين ومسلمين، هو عيدنا بالظبط. ده عيد مقدس يعني بشكل غير عادي، لانه طبعا بقاله آلاف السنين. على فكرة أنا عايزة أقول مش احنا هتلاقي المصريين المسلمين والمسيحيين الاثنين لازم في العيد الصغير ياكلوا كحك العيد. ومش بس كده، ألمانيا اعترفت وقالت الليب كوخن اللي احنا بنعمله في العيد الصغير عندنا
اصله فرعوني. الموضوع كبير يا دكتور، يا استاذه عزه، شرفتينا ونورتينا. محتاجين كل فتره كده نفتكر ونربط حاضرنا بماضينا عشان نفتكر حضارتنا. اشكرك، شرفتينا ونورتينا استاذه عزه سليمان، الباحثه في علم المصريات، وكل مره تكوني ضيفه عزيزه علينا في الثقافيه وتنورينا وتزودينا معلومات جديده. اشكرك. مشاهدينا بعد الفاصل ياتيكم زميلي محمود شرف وفقره اخيره عن معرض غرب مصر.